لو انا ابني او مراتي ما بيعرفوش يعبروا، يعني بيجي يقول لي الكلام ويسكت، يقول جمله بسيطه ويسكت، وانا عايز اسمعه وعايز اقول له بقى انت ايه اللي حصل، ابدا اساله اسئله مفتوحه ما يكونش اجابتها اه او لا. تيجي نرجع للمثل الاولاني، اللبيسه بتاعتي اتكسرت يا ماما النهارده. طيب لو انا سالته سؤال، طب انت زعلت ولا لا، هو يقول كلمه واحده يا اه يا لا. صحيح. لكن اقول له انت حسيت بايه؟ ايوه. طب الموضوع حصل ازاي؟ طب انت اتصرفت ازاي؟ كل دي اسئله ايه؟ مفتوحه، محتاجه رد مش اه او لا، محتاجه رد في بتفاصيل، في جمل. بالظبط. النقطه الثانيه بعد ما يجاوب، طيب في ساعات في الاطفال بيبقوا في كلام مش عارفين يعبروا عنه، ابدا انا اديله مفردات. يعني انا من شويه قلت طب انت حسيت بالظلم، يعني حسيت ان انت اتظلمت في الموقف الفلاني. لو هو حاسس ان في كلمه عايز يعبر عنها مش عارف يعبر عنها، فانا اروح مديله كده ايه كلمه، مجرد ما تنور في دماغه والولد يفهم ان في شعور اسمه شعور الظلم، صحيح، يبدا يكمل معاه. فاساله اسئله مفتوحه، ابدا اتناقش معاه في مشاعره، ابدا اتناقش معاه لو شخص بقى واعي اكتر في افكاره. طب انت فكرت في ايه؟ انت جاي تحكي لي يعني كزوج جاي تقول لي ان حصلت مشكله عندي في الشغل واضطرينا النهارده نمشي مثلا العمال بدري وسكت. لكن انا شطارتي كزوجه ايه بقى؟ ابدا اساله سؤال مفتوح. لو هو شخص ما بيعرفش يعبر ابدا اساله سؤال مفتوح. طيب ايه ده، ايه هو، ايه اللي حصل؟ حكى مشكله وسكت. طب انت حسيت بايه؟ طب انت بالنسبه لك ده ايه اصلا؟ لان ممكن تكون المشكله اصلا مش مضايقاه، هو بيحكي لك كده كتفصيله في يومه. فاشوف الموضوع من وجهه نظره هو، هل هو شايف الموضوع ده مضايقه قوي ولا لا عادي بالنسبه لي، يعني المشكله في الشغل وعدت وخلاص ونسيتها.